طريقة تخفيف ورش البليستر الشفاف وطريقة استخدامه ده اللي هنتعرف عليه. أول حاجة يا جماعة ده شغل زي ما انتم شايفين كده جاهز لمرحلة التأسيس. أول حاجة ده شغل بيتمعجن وبنصنفره وبنديله يا جماعة زي ما انتم شايفين كده. قبل مرحلة البليستر بنبتدي إن احنا بندي وش عازل أو بندي وش سيلر. طب بندي وش سيلر ليه على القشرة قبل مرحلة البليستر؟ عشان لما نيجي نرش البليستر بتاعنا المعجون ما يمتصش البليستر اللي احنا هنرشه. بنبتدي ان احنا بندي وش سيلر او وش عازل للشغل الخشب او للشغل القشرة زي ما انتوا شفتوا كده يا جماعة. ودي كده عشان البليستر ينزل زي ما هو المعجون البلدي ما يمتصش البليستر. دي يا جماعة بقى البليستر ده يا جماعة الكيلو البليستر الخام بياخد ربع كيلو تنر، وتستخدم تنر نضيف. ده يا جماعة غطا اللي هنعاير به المصلب، واللي في ايدي ده اللي هو المصلب. ديت يا جماعة قطعة بتاخد مثلا حوالي 3 كيلو ونص باليستر او 4 كيلو. بنضيف عليهم بالكتير بتضيف غطيان لان احنا دخلنا على التوقيت الشتوي، فبتزود بتزود المصلب بس مش بتزود زيادة عن اللزوم عشان البليستر ما يعملش معاك مشاكل لو زودت عليه المصلب. نيجي يا جماعة ده طريقة التخفيف اللي اتعرفنا عليها، وبتدي الشغل بتاعك سيلر عشان ما يمتصش البليستر بتاعك المعجون. تيجي هنا بقى على طريقة الرش، بتستخدم مسدس بليستر. الكوباية بتاعة المسدس لازم تكون حتما ولا بد يكون مسدس بليستر، يعني ما ينفعش تشتغل في المرحلة دي بمسدس مثلا لون او مسدس ورنيش. لازم مسدس بليستر، ويفضل ان الفونيا ده يا جماعة نفس الشغل ده لما ترش اللون بتاعه وبيتشطب زي ما انتم شايفين كده. ده هيبقى موضوع الفيديو القادم ان شاء الله. زي ما قلنا انت بتبتدي بوش البليستر، بتبتدي ان انت بترش بمسدس بليستر. الفونيا بتاعة المسدس تفضل تكون من 2.5 او 3 عشان البليستر بيكون تقيل، فبيحتاج مسدس الفونيا بتاعته كبيرة عشان يخرج البليستر وهو تقيل يخرج بسهولة. فبتبتدي ان انت بتشتغل بمسدس بليستر. تيجي بقى للرش، انت مش بتدي فوق بعضه، انت بتدي وش وبترجع بعد دقيقتين او 3 دقايق كده بترجع تدي وش تاني لحد لما تملى الثمرة بتاعت القشرة تبقى زي ما انت شايف كده. كده الشغل بتاعك كده الشغل بتاعك اتشطب وجاهز لمرحلة التصفية. ودي يا جماعة الشغل بعد لما ترش لون وشطبنا البودرة بتاعته. ده هيبقى موضوع الفيديو القادم عشان الناس اللي بتقول ان احنا بنطول عليكم في الفيديوهات. والله يا جماعة غصب عننا، احنا بنبذل اقصى مجهود عشان نفضل متواجدين معاكم. بس يا ريت يا جماعة تدعمونا عشان نستمر معاكم في في نشر كل الفيديوهات. زي يعني يعني تشجيعا لنا عشان نستمر معاكم. ممكن تضغط لايك، ولو اول مرة تتابعني ممكن تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وشكرا.